عمرك وقفت قدام الكاميرا في تطبيق وفجأة حسيت إن في حاجة مش طبيعية بتحصل قبل ما تشوف نفسك على الشاشة؟ النهاردة أنا هشارككم حاجة غريبة جدا حصلت وأنا بجرب تطبيق التيك توك. حاجة خلتني أقفل الموبايل وأفكر، هل إحنا فعلا فاهمين إيه اللي بيحصل في الكاميرا بتاعتنا ولا لأ؟ واللي هقوله لكم دلوقتي لو كنتم من مستخدمين تيك توك ممكن يخليكم تعيدوا التفكير في طريقة استخدامكم للتطبيق ده للأبد. تابعوا معايا بعد الانترو عشان احكي لكم اللي حصل بالظبط. كنت فاتح تيك توك عادي زي اي حد وبجرب اعمل تصوير بالكاميرا الخلفية. كل حاجة كانت ماشية طبيعية جدا لحد ما حصلت اللحظة اللي لاحظتها. في اول ثانيتين بس قبل ما الكاميرا تشتغل ظهر قدامي فريم غريب جدا. الصورة اللي ظهرت في الفريم ده ما كانتش من الكاميرا الخلفية زي ما أنا اخترت، لأ، دي كانت صورة من الكاميرا الأمامية وكأنها لقطة قديمة أو لحظة ما كانتش بتتصور في الوقت ده أصلا. أول ما شفت المشهد ده عقلي وقف ثانيتين كده أفكر، هي ليه ظهرت الصورة ديت بشكل مختلف عن المفروض إن أنا مختاره؟ ليه من الكاميرا الأمامية أساسا وأنا اخترت الكاميرا الخلفية؟ وكمان الحاجة الأغرب من ده إن اللي ظهر في الكاميرا الأمامية كنت أنا، وكان بلبس غير اللبس اللي انا قاعد بيه في الوقت الحالي، يعني المعنى كده ان الصورة قديمة اصلا. فهل ده مجرد خطأ برمجي ولا في حاجة اعمق بتحصل في الخلفية؟ وده اللي هنفهمه مع بعض دلوقتي. انا مش هقول ان في مؤامرة بتحصل، لكن اللي شفته يخليني اطرح بعض الاسئلة، لان اي تطبيق كاميرا لازم يطلب اذنك ويفتح الكاميرا اللي اخترتها انت. لكن هنا قبل ما بدأت تصوير كان في فريم جاي من كاميرا تانية خالص غير الكاميرا اللي انا مختارها، وده ممكن يكون سبب لحاجة اسمها البري كابشر بافر اوفر فلو، زي ما هو ظاهر دلوقتي قدامنا على الشاشة التفاصيل الخاصة بيها بالعربي وبالانجليزي. التطبيق هنا بيحتفظ بلقطات قبل التصوير ما يبدأ عشان يشتغل بسرعة أفضل ويكون عنده تفاصيل معينة بتكون خاصة بإدارة التطبيق. لكن هنا السؤال المهم اللي جه في بالي والمفروض إن يجي في بال ناس كتير جدا، اللقطات دي بتروح فين؟ هل بتفضل موجودة على الجهاز الخاص بينا ولا بتتخزن في مكان تاني؟ المشكلة هنا إن إحنا كمستخدمين مش بناخد اختار بالموضوع ده، ومش حتى يعني مفيش حد فينا حتى هيعرف لو الصورة دي اتبعتت أو اتسجلت في أي سيرفر. تخيل معايا لو أي تطبيق يقدر يعمل كده بدون إذنك حتى ولو لثانية واحدة بس أخدها من على كل جهاز، ده معناه إن الخصوصية هنا في خطر حقيقي. عشان كده لازم نكون أذكى في التعامل مع التطبيقات. نصيحتي الشخصية ليك، لازم تراجع صلاحيات الكاميرا في الموبايل، وكمان لازم تستخدم غطا صغير على الكاميرا الأمامية لما تكون مش بتستخدمها، وياريت لو عملت نفس الموضوع على الكاميرا الخلفية يكون كمان أفضل. وياريت تقلل عدد التطبيقات اللي ليها وصول مباشر للكاميرا، واللي بيحصل في الكاميرا ممكن يحصل في المايك طبعا أو في الموقع الجغرافي كمان. ففكر دايما قبل ما تدي أي إذن لأي ابلكيشن موجود عندك عشان ما تلاقيش نفسك فجأة بياناتك موجودة في كل مكان على الإنترنت وإنت متعرفش. أكيد طبعا أنا مش بعمل الفيديو دوت عشان أخوفكم، لأ بالعكس، لكن عشان لازم نعرف كلنا إن في حاجات بتحصل ورا الكواليس إحنا مش واخدين بالنا منها. انا عن نفسي هبلغ عن اللي شفته للجهات المسؤولة، وده اللي اي شخص لازم يعمله لو لاحظ حاجة زي كده. احنا كمستخدمين لازم نحمي نفسنا بنفسنا، ولازم نكون احنا الصوت اللي بيطالب بحقوقنا في الخصوصية. لو شايف ان الموضوع مهم شارك الفيديو مع اي حد بيستخدم تيك توك لانه من حقه يعرف. وانت، هل عمرك لاحظت حاجة غريبة في اي تطبيق بتستخدمه؟ اكتب لي في التعليقات لو لاحظت اي حاجة غريبة، يمكن الفيديو الجاي يكون عن تجربتك انت. انا سيف سيكلينج، واشوفكم في الفيديو الجاي على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.